عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عضوة معانا في الجروب بتقول بليز رد بسرعة لأنها هتشوف كلامك. أنا ممكن آخد رأيك في حاجة. أنا ليا زميلي معايا في الجامعة بيساعدني في كل حاجة في الأبحاث، حتى لو في فلوس ما بتأخرش، بس هي مامته دلوقتي في البلد وإخواته مسافرين وهو قاعد لوحده في الشقة، وأنا بخلص جامعة بدري وبخرج مع أصحابي البنات طبعا. فهو بيقول لي تعالي خلصي محاضرتك وتعالي اقعدي معايا في الشقة نكتب أبحاثنا ونذاكر شوية وهروحك على طول. بس بصراحة بثق فيه جدا جدا وباخد رأيه في كل حاجة، بس اللي مخوفني بس ان هو بيفضل يقول لي انت قمر قوي، انت جميله قوي. ده اللي مقلقني منه، ولا عادي اروح هو اصلا محترم وبثق فيه. بس معلش، هو حضرتك بتهزري بتتكلمي جد؟ اصل انت لو بتهزري تبقى مصيبه، لو بتتكلمي جد مصيبه كبيره جدا ومصيبه اكبر منها. طبعا تقولي ده غلط وما ينفعش باي شكل من الاشكال. انا عارف للاسف ان رايي مش هيعجبك لانه مش هيجي على هواك، بس هو ده الحقيقه وده الصح. اولا انا مش شايف ان الانسان ده محترم، لان لو كان عنده احترام كان هيبقى بيفهم في الاصول بيفهم في الدين. مستحيل انه يرضى ان اخته تعمل كده او تعمل حاجه زي ما اللي هو عايزك تعمليها انت، سواء كان الموضوع ده تحت اي مسمى او تحت اي ظرف. فوق نفسك يا بنت الناس، ده ديب بالباس حما. مفيش حاجه اسمها بثق فيه جدا جدا. انت جبت الصيغه دي منين وعلى اي اساس؟ عارفه المشكله فين؟ ان انت بتدي لنفسك مسكن عشان تسمح لنفسك وشيطانك يعمل اللي انت عاوزه تعمليه، بس كل بتعمليه انت بتحاول تبرر الغلط لنفسك مش اكتر. الانسان ده لو غرضه شريف ومحترم جدا فبتأهلك مفتوح شرف في اي وقت، وبلاش في لحظه ضعف دمار كل حياتك. وابوك وامك واهلك مش ذنبهم حاجه. في الاخر فوق وراجع نفسك، اياك تعمل حاجه زي كده، واياك اصلا تسمح لنفسك تعمل حاجه زي كده. انت انسانه غاليه، انت انسانه محترمه، اهلك تعبوا عليك. صدقني الموضوع دوت مهما كان المسمى اللي بيقوله لك هو غرضه غير شريف. واي حد هتقول لك الكلام ده هيقول لك اللي انا قلت لك بالظبط. اي حد يطلب منك طلب زي ده تعرف ان هو غرضه مش شريف. مش حاجه اسمها بثق فيه جدا. ربنا يهدي لك حالك ويسهل لك حالك يا رب، ويبعد عنك الشر ويبعد عنك وهذا الحرام. وشكرا. في النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله، وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا. اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.